هادشي اللي ما بغيتش. هاد الاتهامات اللي خرج بها الطليق ديالي اللي هو سعيد عويطه ما غنسمح له لا دنيا ولا اخره. كاين في النسب ديال الابناء ب4 ولد في اطار خارج الزوجيه، كان كيتوسل ليا تيقول لي ما تفضحينيش استريني، وحلف لي في القران تيعاهدني في القران عهد كيقول لي ما عمرني نخونك. صدمه كتحسي بالنهايه ديال الحياه ديالك. انا تعرفت عليه وخديته في الوقت اللي كان لا شيء، شوه السمعه ديالي وديالو، حطم لي الابناء ديالي. كان تيضربني ضرب لدرجه ان الابن ديالي ولات عنده عقده ليومنا هذا. هاد سعيد عويطه عنده 2 تاع الشخصيات. هاد السيد كان ضد الصدقه، كان ضد باش نخرجوا الزكاه وكاي ما كيصومش. قال لي عرفتي شنو المشكل ديالي اللي عندي معاك؟ انك لاصقه فيا، ما بغيتيش تبعدي مني. تيهضر معايا وتيقول لي انا ما غتقديش عليا. سعيد عويطه البطل الاولمبي والعالمي في العاب القوى، واللي اشتغل كمدرب للعدائين في استراليا والاردن ومحلل رياضي، واللي كيمتلك شركه للالبسه واللوازم الرياضيه بالولايات المتحده الامريكيه، واللي سبق له سلخ باه وجرع له من الفيلا 21 عام ما عمره ما صرف عليهم حتى درهم، وباه الان يعمل حارس للسيارات وكيعيش مع الام ديالو في كراج. سعيد عويطه اللي صرح في وسائل الاعلام ان الزوجه ديالو جغمطاتو في الاملاك نتاعو، وراه هذا هو مصير مسخوط الوالدين. سعيد عويطه طلق المراه ديالو الاولى، علاش؟ لانها رفضات تمنحو الموافقه للزواج بالمراه الثانيه. سعيد عويطه رفع دعوى قضائيه ضد الزوجه الاولى لانه كيتهمها بسرقه الممتلكات ديالو وكيطعنها في الشرف ديالها وما كيعترفش بالابناء ديالو ال4. زوجة سعيد عويطه هي الان رئيسة نادي الرجاء البيضاوي لالعاب القوى، حتى هي رفعت دعوى قضائيه ضد عويطه وكتهمه بالخيانه الزوجيه وبالعنف. ونستمع الان لتصريح زوجة سعيد عويطه الاولى وكتهمه بالخيانه الزوجيه. انا تعرفت عليه وخديته في الوقت اللي كان لا شيء، ما كان معروف لا في العالم، ما عنده ارقام، ما عنده حتى شي حاجه، ما كانش معروف حتى في فاس. انا تزوجت بهذاك السيد وانا يلا عندي 17 عام. هذا الزوج هذا الوقت اللي كنت انا فيه يلا في البدايه ديال الشباب ديالي، وولدت البنت ديالتي الاولى كيف كنا متفقين. من بعد حملت بالبنت الثانيه وانا عندي 9 شهور. تصوروا معايا واحد السيده عندها 9 شهور في كرشها والبنت الاخرى في جنبها عندها 4 سنين، كتكتشف بان داك السيد عنده مشكل مع وحده اخرى وبانه عنده مولود اخر. من بعدها تينكر تينسب هذاك الابن للاخ ديالو مرات عديده، وحلف على الخيانه انها ما كيناش، وثبت لي في الاخير بان هذاك الولد كان كيتنتسب ليه، وطلبت الطلاق ولكن كان كيتوسل ليا تيقول لي ما تفضحينيش استريني. ومن بعد 4 شهور كيدير وكاله للاب ديالو هو اللي كيطلقها. استمعوا للزوجه وهي كتصرح بان الزوج ديالها سعيد عويطه كان هالكها عصا. كان تيضربني ضرب لدرجه ان الابن ديالي ولات عنده عقده ليومنا هذا. عاد هضرنا في الموضوع قال لي بانه ما عمر هذيك الصوره غادي تحيد الوقت اللي اكتشفت ثاني خيانه اخرى ديالته مؤخرا. ومني جيت نهضر ونغوت باش لولادي نستنجد بولادي، ولو انهم عمرهم ما عرفوا هذا المشكل ديال هذا الابن، ما عمرهم غير رجع شنو كنقول لقاو فوق مني، خانقني وتيضربني في عيني، كانت تفرقعت لي عيني يعني ولات كلها دايزه الدم. خطفوه ولادي من فوق في الليل، في نص الليل، كون ما عديتش له يده باش يطلقني كنت مشيت فيها، حيت خانقني وتيضرب. الابناء ديالي جاوه هزوه من فوق مني، بقات لهم ديك الصوره اليومنا هذا، تعقدوا وما كنتش كنقول لهم علاش. بليزيور فوا مني كيضربني هزوني دي زيرجونس سوا في قطر سوا في امريكا. هنا بطبيعه الحال ما مني كنمشي ما تنقولش لهم اشنو وقع ليا، تنقول لهم طحت او لا طحت عليا شي حاجه باش نخليه صورته ما تهزش، لان كنت دائما ملي تنقول صورته كنقول الابناء ديالي، كنت دائما كنحط الابناء ديالي فوق كل الاعتبارات. انا اصلا ما كنتش كنرضى نخرج باش ما نقولش انا راجلي كيضربني، وحنا كنا كنكونوا في محافل وفادي وانا راسمه الابتسامه حتى لهنا كنضحك تبين للمجتمع بانني عايشه السعاده. سعيد عويطه طلق مراته الاولى لانها كترفض الضره وما بغاش تعطيه الموافقه باش يتزوج بالمراه الثانيه. كان مع واحد شي وحده والاهل ديالها وصلتهم الخبر بانه يعني عنده مشكل معها، فرضوا عليه انه يتزوج بها،
ولا يلجؤوا معاه القضاء. السيد جا عندي تيقول لي ضروري تعطيني الموافقه باش نعاود نتزوج، ولكن انا الا صبرت 37 سنه على الذل والمر والضرب والعنف باش يجي في اخر، يعني في السنين اللي الناس كتوب فيها وكتجلس الارض وكتحضن العائله ديالها، يجي هو عاد بغى يشتتها ونولي انا عندي الضره هذه، راه حتى شي مرة على وجه الارض ما غادي تقبلها، ما يمكنش. وهذا السيد الضره اللي بغى يجيب عليا انا مثلا ماشي حتى من هذاك العهد ديال الناس ولا من لاج ديالي، كون جاب لاج ديالي نقولوا هذا السيد عنده مشكل معايا انا، هذا السيد ما ساعدش في حياته. جيب وحده صغيره. الزوجة كتشهد بأن سعيد عويطة ما كيصومش وكيرفض بأنه يؤدي الزكاة وزكاة الفطر، وكاين ما كيصومش، ما عرفتش واش تعود عليها او لا هو كان كيقصدها. في الوقت انا تنقول له هذاك الشيء بينك وبين ربي، ولكن ما تكونش واحد المثال عندي هنا في الدار. رمضان ما تجيش وتجلسوا معايا انا ولادي، تنقول لي الدين ديالنا كيحتم علينا باش نخرجوا زكاه الفطر، تيقول لي بانه هو خص لي. انا كنت كنأديها لانه هو كان كيرفض يأديها، تيقول لك لا ما عنديش. هذا السيد كان ضد الصدقه، كان ضد باش نخرجوا الزكاه. ملي تنقول ليه هذا راه من الواجب ديالنا خصنا نخرجوه، تيقول لي ما عنديش. انا خص لي يعطيني في الاوج ديالو وفي القمه ديال الغنى ديالو، انا خص لي يعطيني، ولكن ربي كبير ولا هو كيدعي بانه هو خص لي يعطيه. الزوجة ديال سعيد عويطة كتصرح بأنها ما سرقاتش الممتلكات ديال الزوج ديالها، وكتقول بأنه خسرها في الخيانة الزوجية. الحوايج الاخرين اللي انه تيقول انا سرقته كل شيء كذب في كذب. هذاك السيد انا ما سرقت ليه حتى شي ريال، الاملاك ديالو كلها تباعت في الوقت اللي حنا مزوجين به، ولكن فين مشات هو استعملها في الفساد في الاغتصابات. خاصو يخلص على هذه اغتصبها، خاصو ونفس الوقت انه حقر هذوك الناس اللي ضعافه، باش كان كيخوفهم بالقوه ديالو وبالقانون، وتيخلعهم بانه هو كيمثل القانون، وبالمبالغ الضخمه اللي كان كيعطيهم باش يسكتوا باش يتستروا عليه. اختار هو ديك الطريق فين غيضيع الثروه ديالو، في الوقت اللي انا كنت كنصرف ديك الاموال على الابناء ديالي باش يقراو وباش يوصلوا المناصب اللي وصلوا ليها هذا اليوم هذا الحمد لله. والكل كيعرف بان الدراسه في امريكا ماشي سهله وماشي رخيصه. كان خصني نقري الابناء ديالي الوقت اللي هو ما كانش كيعرف حتى الاقسام اللي وصلوا ليها. بقات عندي هذه الدار اللي انا ساكنه فيها، يعني هذه الدار في الاسم ديالي اكثر من 25 سنه، وكل شيء مسجل وكل شيء محفظ، ومشى وجاب شواهد الملكيه ودلا بيهم. هادشي كل شيء في الاوراق هنا مدلي به في الحكم بانه يعني ما عندوش شي عذر. اللي مني طلبوا منه انه يثبت هذيك الهضره اللي كيقول ويجيب هو اللي مسؤول باش يجيب الاوراق، جاب الحقيقه، كيتناقض مع نفسه. بقى واحد الارض اللي كتشغلها ساكنه الكريان الله يحسن العوان، وبقات عندنا هذه الدار هذه اللي في الاسم ديالي اكثر من 25 سنه، لان لو كانت بعت هذاك السيد كانت هي غتمشي مع الممتلكات اللي تباعت. زوجة سعيد عويطة كتقول بأنها دارت التحليله ديال لاديين وكتكذب الزوج ديالها اللي كيتهمها في الشرف ديالها، وكينكر النسب ديال الابناء ديالو الاربعه. كاين في النسب ديال الابناء باربعه. هاد الابناء اللي تنقول لكم وحده فيهم الاكبر وحده دكتوره سكينه 35 سنه، الابنه الثانيه ساره 31 سنه متزوجه وعندها ابن. هاد سعيد عويطه راه جد، هاد الجد اللي عمره ما شاف ولد بنته، عمره ما بارك لبنته، ما عيطش لبنته قال لها مبروك عليك زياده. نكر النسب ديال الابن ديالو عادل اللي سن ديالو 28 سنه، نكر الابنه طفله زينه. يعني بالنسبه لاي عائله اخر العنقود كي كيقولوا كتكون الابنه المدلعه، يعني صدمها ونكر النسب ديالها. وهذا الشيء في المحكمه بالاوراق وبالدليل، وما قالهاش غير بفمه، جاب اوراق كيثبت بها انه كاين فيه النسب، وكيطالبني انا باش نرجع له المصروف ديال هاد 35 سنه اللي كيجمع فيها الاطفال كلهم
باش انه كيقول انه صرف على ولادي، خصني نرجع له هذا المصروف. انا اللي طلبت من الابناء ديالي باش يردوا لي الاعتبار على ديك الاتهامات اللي دار، وطلبوا الولاد ديالي لا ديان، وتا هي عندي بالمحاضر. اللي يمكننا نستنتجوه هو ان الثقه ما بين الزوجين غائبه. قال لي عرفتي شنو المشكل ديالي اللي عندي معاك؟ انك لاصقه فيا، ما بغيتيش تبعدي مني. تيهضر معايا وتيقول لي انا ما غتقديش عليا، انا سعيد عويطه، وكيطلع معاها وتيهبط وكيتحدى بانه كي قلت كيستغل داك الاسم اللي عنده، القوه اللي عنده، ولكن هو كيقول بانه كبير ما يقد عليه حتى شي واحد، ولكن الله. سعيد عويطه كتب لمراته الاملاك ديالو ورفع دعوى للمحكمه وما عنده ما يصور منها، والزوجه حتى هي ارتكبت واحد الخطا لانها تعرضت للعنف وتعرضت للخيانه الزوجيه وما رفعتش دعوى في الوقت ديالها. هنا كيبين بان هناك نيه مبيته عند الزوجه باش تنتقم من الزوج ديالها، لانه طلقها وتزوج بمرأة ثانية ورفع دعوى ضدها على خيانة الأمانة وعلى الخيانة الزوجية. وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب وإبداء آرائكم في التعاليق، ودمتم في رعاية الله، وإلى موضوع جديد. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like